متابعين الكرام، ورجعت لكم فيديو جديد وهو طريقة عمل الريزو، وينافس المطاعم بنكهات كلش طيبة. والله هسه تشوفون، جربوه على طريقتي وتشوفون شلون يعجبكم، وعليكم بالعافية إذا جربتوه. هنا عندي قطعتين صدر دجاج وزنها 800 غرام، حقطعهن شرائح حتى أتبلهن. قطعة أقطع هاي شوية السماكة، يعني مو كلش سميك على مود بنغلي يعني يستوي من الداخل. بعد ما قطعت صدور الدجاج راح أتبلها. عندي هنا بصل باودر، خاشوقة كوب، عندي هنا ثوم باودر، عندي هنا بابريكا حلوة، زنجبيل، ملح، خاشوقة مال شاي، كركم، وفلفل أسود هم خاشوقة مال شاي. أخبط المواد وما أضيفها كلها، أخلي النص حتى أستعملها من أقل يعني بالقرمشة. هنا راح نطبخ التمن. عندي بصلاية وحدة كبيرة سلامتها، التمن واحد، فص ثوم واحد برشته ويا البصل، أخلي عليه ملح، ماجي، دارسين، فلفل أسود، كركم، كاري، على ملعقة شاي، ملعقة شاي. نخلي 4 قلاصات تمن مغسولة زين ومنقوعات. وهنا عندي 3 أكواب طحين. هاي التتبيلة اللي بقت من الصدر الدجاج. كوب نشا، بيلة، والنشا راح أقسمه قسمين على مود أتبل بيه. خاشوقة بيكنج باودر فوق هاي التتبيلة، وأضيف لها مي وأسويها شلون خليط الكيكة. بعد مرور ساعتين على التتبيلة ناخذ القطع، نخليها هنا نغمسها بهذا الخليط، نجي هنا نخليها بهذا الطحين حتى تصير مقرمشة. نجاحها كريسبي من الخارج ومن الداخل خضر طري. نتيجتنا النهائية شوفوا شلون جمال وتخبل.